النهاية هي المحطة التي وصلت إليها رحلة الحسين عموتة مع منتخب النشامة. الاتحاد الأردني لكرة القدم أعلن رحيل المدرب المغربي عن تدريب المنتخب بعد فترة ذهبية عاشتها الكرة الأردنية مع الرجل. السبب أعيد لظروف خاصة بالمدرب حالت دون استمراره في قيادة المنتخب. عموتة الذي بدأ مسيرته مع منتخب النشامة في منتصف عام 2023 جاء بشكل مفاجئ خلفا للمدرب العراقي عدنان حمد بعد انتهاء عقده مع النشامة. حسين واجه انتقادات في بداية مسيرته مع المنتخب خصوصا في التحضيرات قبل كأس آسيا، سرعان ما زالت كسحابة عابرة. صائد الألقاب استطاع في زمن وجيز أن يسكت منتقديه ويقود النشامة إلى أكبر إنجاز في تاريخ الكرة الأردنية بالوصول إلى نهائي كأس آسيا قطر 2023، بل وقدم مع المنتخب مباريات خالدة في البطولة. فلن ينسى أحد كيف أجبر الأردن كوريا الجنوبية على التعادل في دور المجموعات، وفي ثمن النهائي قدم النشامة ملحمة تاريخية أمام العراق. وما كان عثرة بالنسبة للأردن وجد له حلا في البطولة القارية. الدور ربع النهائي استطاع عموتة أن يتخطاه على حساب طاجكستان بعد أن جدد الموعد مع الشمشون الكوري في المربع الذهبي، حيث استطاع النشامة التغلب بهدفين دون مقابل. أصبح الإنجاز أكثر من المتوقع. الأردن وصل إلى نهائي لوسيل الذي لم يكتب له النجاح فيه أمام حامل اللقب منتخب قطر. عموتة الذي عرف عنه الانضباط واصل نجاحاته بقيادة النشامة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا إلى دورها الأخير. عموتة ساهم وجوده في المنتخب بتحقيق قفزات نوعية على صعيد التصنيف العالمي قبل قرعة الدور الحاسم. إذن الحسين عموتة في زمن قصير ووجيز ترك إرثا كبيرا وثقيلا. مواطنه وخليفته جمال السلامي سيكون مطالبا بكتابة فصل جديد من النجاحات مع الكرة الأردنية. عموتة غادر وترك السقف مرتفعا لمن سيأتي بعده.